ازيكم عاملين ايه؟ يلا نعمل أكلة من أحلى الأكلات اللي بنحبها في الشتاء، البليلة، بشوية إضافات بسيطة جدا نقلتها في حتة تانية خالص هتعجبكم قوي قوي. ويلا نبدأ. القمح اللي استخدمته كيلو، طبعا مش هنستخدم الكيلو كله، أنا سلقته بس كده، بحط الباقي في الفريزر. غسلته بالليل كويس قوي ونقعته في مية لحد الصبح، مية عادية مش لازم مية سخنة. والصبح بقى تشطفيه وتحطيه على النار وتزودي بقى المية بتاعته شوية. سيبيه بقى لحد ما يغلي أول غلوة كده وبعدين وطي النار عليه خالص وسيبيه يستوي براحته. لو احتاج مية القمح حطي له مية سخنة، ما تحطيش مية من الحنفية. اللبن اللي هستخدمه كيلو لبن حليب كامل الدسم، حطيته على النار وضفت له تلت كوباية سكر، والسكر ده دايما ذوق شخصي ليكي، يعني تحبي السكر أكتر من كده أو أقل من كده ده براحتك. كوباية نصها مية، ضفت لها معلقتين نشا كبار ومعلقتين لبن بودر. الأول طبعا هنحط السكر وهنقلبه كويس مع اللبن، وهنضيف كوبايتين من القمح بعد ما اتسلق. القمح بقى اتسلق كويس قوي اهو، اخدت كوبايتين. كوبايتين مقاس يعني الكوب المعياري اللي هو 250 ملي. وضفت بقى معلقتين قشطة، دي قشطة وش اللبن. ودي طبعًا إضافات يعني براحتك حطيها أو ما تحطيهاش اختياري يعني، بس طبعًا هي دي الإضافات اللي بتدّي بقى طعم للبليلة، القشطة، اللبن البودر. ده معلقتين اللبن البودر مع النشا، دوّبتهم كويس وضفتهم للبليلة. لمّا تغلي بقى كويس والقوام بتاعها يتخن شوية، هنضيف لها آخر إضافة اللي هي الفانيليا. شايفة القوام بتاعها بيبقى كريمي كده. الفانيليا آخر حاجة خالص، يعني تحطيها في آخر وقت، بحيث إن أنتِ تقلبيها وتنزّليها من على النار. الفانيليا دايمًا ما تغليهاش على النار علشان ما تمرّرش منِّك. كده بقى خلاص حطيت الفانيليا أهو وقلّبتها ونزّلت البليلة من على النار، غرفتها بقى في أطباق. طبعًا الكمية يعني طلعت كتيرة أوي، فغرفت أطباق كتير يعني حطيتها بقى في التلاجة. والباقي جات لي فكرة إن أنا أعمل الكشري الحلو اللي هو الtrend اللي طالع، بيتعمل بالرز بلبن. قُلت بقى هاعمله بالبليلة وبالرز بلبن، نجرّبه كده ونجرّبه كده ونشوفه أحلى بإيه. استنيني بقى الفيديو الجاي هاعمل لِك الكشري الحلو. وأدي البليلة بتاعتنا زيّنتها بقى بالزبيب وجوز الهند، وكل طبق كده إيه، اللي عليه فستق، اللي عليه فول سوداني، اللي عليه بندق، اللي عليه عين جمل. يعني التزيين بقى دايمًا يعني ذوق شخصي ليكِ، وحطّي الموجود عندِك. طالعة بقى كريمي وحلوة أوي، سُكّرها مضبوط جدًا وحلو أوي كده. أنا ما باحبش السُكّر كتير في الحلويات. شايفة الوش بتاعها مكشكش إزاي؟ وبألف هنا. ولو عجبتِك البليلة بتاعتي النهارده اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.